كيكة باردة خطيرة ترطب كده على القلب ومفيدة ومغذية جدا. شكلها رهيب وحلو قوي، من غير بيض، من غير فرن، من غير زبدة، بمكونات بسيطة، وهتطلعي الشكل لغاية في الجمال والروعة ده. هتعجب كل اللي هيدوقها، وشكلها كمان هيبهر الكل. النهاردة هنعمل كيكة الكريستال او كيكة الموزاييك او كيكة الأحجار الكريمة. حاجة كده تحفة وترطب على القلب. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه البطل في الوصفه بتاعتنا النهارده هو الجيلي. هجيب كده كذا لون وكذا طعم من الجيلي. اول حاجه جبت كده باكت من الجيلي الفراوله. حطيت كده، فضيت الباكت في بوله وحطيت عليه كوبايه بس من الميه المغليه. مش هلتزم خالص باللي موجود على العلبه. هحط كوبايه بس واحده من الميه المغليه بس. ومش هحط كوبايه تانية من الميه البارده ولا اي حاجه، يعني هستخدم ميه مغليه بس. النوع التاني اللي استخدمته كان جيلي الاناناس، وبرده فضيت الباكت وفضيت عليه كوبايه من الميه المغليه. طبعا كل لون وكل نوع بفضيه في علبه مستقله كده لوحدها. جبت كمان جيلي اللي هو جيلي التفاح الاخضر، بيبقى بيدي لون وطعم حلو قوي كمان. برضو حطيت برضو على باكت الجيلي كوبايه بس من الميه المغليه، وقلبته ودوبته كويس جدا في الميه المغليه، وبعدين فضيته كده في علبه زي ما حضراتكم شفتوا. لازم العلبه كده تكون مربعه او مستطيله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. استخدمت كمان جيلي مانجا، واستخدمت كمان جيلي كريز وكولا، وكان طعمه حلو قوي وريحته جميله جدا كمان. استخدمت هنا 5 أطعمة ب5 ألوان بالشكل ده، وكل واحد بفضي عليه كوبايه من الميه المغليه وبدوبه كويس، وبفضيه في علبه وحطيتهم على جنب لغايه ما يبردوا. اول ما بردوا دخلتهم التلاجة على طول. اثناء بقى ما الجيلي يتجمد معايا، جبت كده اللبانه بتاعتي وحطيت فيها 5 أكواب من الحليب. الحليب دوت رفعته على النار كده لغايه ما يوصل لمرحله الغليان. بعد ما يوصل لمرحله الغليان برفعه من على النار، وباخده كده وبحط عليه 5 معالق من السكر، 5 معالق كبار من السكر، وكمان 3 معالق كبار من الكريم شانتيه. تقدري تستبدليهم ب3 معالق كبار من القشطه، اللي هي قشطه وش الحليب، او علبه من القشطه. هيدوا طعم حلو قوي. ودلوقتي استخدمت كمان 5 معالق كبار من الجيلاتين بالشكل ده. على كل كوبايه من الحليب معلقه من الجيلاتين ومعلقه من السكر. وكمان الكريم جانتيه اداله طعم حلو قوي. هدوبه واقلبه كويس جدا لغايه ما احس ان السكر والجيلاتين داب تماما في الحليب. بعد كده بستخدم او بنزل بفانيليا باودر علشان تحافظ لي على اللون، يفضل اللون ابيض كده. قلبتهم كويس جدا، وبسيب بقى الحليب ده يبرد وياخد درجه حراره المطبخ. بعد ما يبرد الحليب بحطه على جنب، وكان الجيلي بتاعي تماسك واتجمد معايا. الجيلي تقريبا خد حوالي ساعة ونص أو ساعتين في التلاجة. بعد كده ببدأ أقطع الجيلي كده مربعات بالشكل ده، مربعات صغيرة على قد ما بنقدر. بالاسباتولا كده ببدأ إن أنا أفكه كده من الطبق أو من العلبة اللي أنا حاطاه فيها بالشكل دوت، لغاية ما يطلع لي مربعات بالشكل ده. قطعت الجيلي الفراولة، ودلوقتي بقطع الجيلي الأناناس. بصوا بقى الالوان يا جماعه خطيره، والاطعمه كانت حلوه قوي. بصوا الجيلي الاناناس برضو قطعته مربعات صغيره كده، وببدا ان انا احركه كده وافرغه كده واخرجه من العلبه كده بالشكل ده. والجيلي المانجا كمان هعمل بيه نفس الطريقه، بقطعه كده مربعات صغيره بالشكل ده. بصوا الشكل والالوان حاجه حلوه قوي، شكله بجد يجنن ويفتح النفس. جيلي التفاح برضو بعد ما قطعته بالشكل ده، ببدأ ان انا افكه كده، وبيطلع لي كده كل مربع كده لوحده قطعة كده. بيبقى طالما اتقطع بيطلع معاكي قطعة بالشكل ده. والجيلي برضو بتاع التوت، بصوا لونه خطير جدا، اللون البرجندي الخطير ده، وريحته كمان حلوة قوي. بصوا بقى مسكت الصينية اللي هي البايركس، وحطيت فيها كده كل الجيلي مع بعض. فضيت الجيلي كده كل الالوان مع بعض علشان اخلطهم مع بعض كده بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. اهم حاجه في الكيكه دي الالوان والاطعمه، بتدي شكل في الاخر حلو قوي، والنتيجه بتبقى حلوه قوي. بصوا المنظر الجيلي عامل ازاي. ببدا ان انا اقلبه كده واخلطه كله مع بعض، عامل زي الكريستال بالظبط. جبت بقى القالب بتاعي، والقالب بتاعي كان كبير عشان كده استخدمت 5 أكواب من الحليب. ممكن لو القالب بتاعك صغير تستخدمي 3 أكواب بس. دهنته كده دهنه كده بمعلقه من الزيت علشان يبقى سهل معايا وانا بقلب الكيكه بتاعتي. هبدأ أحط كده الجيلي وأوزعه في القالب بالشكل ده. بصوا الجيلي بينزل ازاي، بوزعه كده وبوزع الألوان بالشكل ده، وبسويهم كده بالسباتولا.
بصوا المنظر يا جماعة خطير، بيفرحوا بيها الولاد جدا. جبت بقى مصفى وهبدأ كده انزل بكل الحليب بتاعي بعد ما كان برد تماما وخد درجة حرارة المطبخ. ما ينفعش خالص ان انا احط الحليب وانزل بيه على الجيلي وهو يكون سخن او دافي، حتى هيسيح لي الجيلي خالص وهتبوظ معايا. لازم يكون برد تماما. على طول بقى بدخلها التلاجة. بتاخد في التلاجة حوالي من 6 ل8 ساعات. انا سبتها في التلاجة ليلة كاملة، يعني عملتها من بالليل كده، وتاني يوم على طول بدأت ان انا اقطعها واقدمها بالشكل ده. ببدأ افرغها كده بايدي وبسكينة رفيعة خالص علشان تتقلب معايا بمنتهى السهولة. في الاول كانت ماسكة شوية، يعني حبيت ان انا اخبط كده خبطتين، كانت ماسكة شوية وبعد كده نزلت معايا على طول. تنزل معايا بشكل القالب بالظبط ولا اي حاجة لازقة. خطيرة يا جماعة. وبصوا بقى الالوان تحفة، الاخضر مع الاحمر مع الاصفر مع الاورنج مع البرجندي، حاجة كده تجنن. والطعم كمان حلو قوي، والجيلاتين مفيد جدا يا جماعة لينا ولولادنا. بصوا بقى المنظر بعد ما بتقطعي القطعة كده، بيبقى شبه الأحجار بالظبط. حاجة كده تحفة. قطع الجيلي جوه تبقى شبه الأحجار بالظبط، وانتي بتاكليها بقى مش قادرة أوصف لكم الطعم لذيذ قد إيه، ويرطب كده على القلب، وحاجة تحفة. والشكل بجد يجنن وحلو قوي. وأي حد هيدوقها عندك هيستغربها كده، وهيستغرب انتي عاملاها ازاي. باحب أوي الحاجات اللي بيبقى شكلها كأنِك عاملة فيها، يعني كأنها معمول فيها مجهود جامد، وهي بتكون أبسط حاجة. أتمنى النهارده يا حبايبي الوصفة والطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كمان كتير للأصدقاء عشان الكل يشوف الوصفة الخطيرة دي وينفذها. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.